اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم؟ وحشتوني جدا يا احلى متابعين. معلش انا اسفه، ليا يومين كده مش منزله فيديو، معلش يا حباب قلبي، والله انا كنت تعبانه جدا فما قدرتش ان انا انزل معاكم فيديوهات يعني، وكذا كذا حاجه حصلت، فده اللي عطلني بجد ان انا انزل فيديوهات. الحمد لله على كل حال. يلا بينا بقى نقول دعائنا الجميل وندخل بقى في الفيديو. اللهم انصر اخواتنا المسلمين والمستضعفين في كل مكان يا رب، ويبعد عنا وعنكم ولاد الحرام يا رب العالمين. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونقول لا حول ولا قوة الا بالله، ونبتدي بقى روتيننا النهارده. شفت الاوضه ازاي مقلوبه، اللي انا مروقاها ليه مقلوبه يا ترى؟ اقول لكم بقى ايه. في فار كده صغير دخل عندنا النهارده، تمام، ومسكت بقى الشقه كلها بقى ادور عليه، طلع في الاخر هنا في اوضه النوم. المهم بقى جبت خشب وجبت يعني ودقيته كده بسمير، عليت شويه، قفلت يعني فتحه الباب دي وباسمنت ابيض كده. جيت بعد كده عملتها، المهم هوريها لكم ان شاء الله باذن ربنا في فيديو تاني. ظبطتها كده، عليتها شويه، خليت ان هي ما يدخلش منها اي فار تاني. الحمد لله يعني. والمهم ده كتبناه ورميناه. وهنا الاوضه زي ما انتم شايفين، انا عندي فوبيا بقى يا حبيب قلبي، عندي فوبيا من الفيران وعندي فوبيا من البروس والحشرات، يعني عامه الحشرات دي كمان بكرهها سم، يعني ان انا ما بحبهاش. انا عارفه والله العظيم لو في صرصار معدي انا ممكن ارجع، معلش يعني انا بقول لكم كده يعني. فوالله العظيم بجد لو في صرصار كده معدي لا انا ممكن اجيب اللي ببطني كله. فالحمد لله كده ابتديت يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين الاوضه، ابتديت ان انا اروجها، وابتديت ان انا اشيل فوق. طبعا زي ما انتم عارفين بقى الناس الكبار دول يعني خلاص ان هو الحاجه فوق يعني حاجه فوق، فسبتها لها زي ما هي، بس رتبت لها فوق الدولاب بقى. وكان في طقم صيني يعني اركبال، ده اللي انا مطلعاه. كان نصه انا نزلته في المطبخ، والنص التاني مفيش مكان اصلا في المطبخ، زي ما انتم شايفين المطبخ ضيق وكده، فخليته بقى في الاوضه. كان تحت السرير وكده، شلت اللي تحت السرير كله خليته كده فوق، وخليت السرير مفيش حاجه ولا اي حاجه، عشان مفيش اي حاجه بقى تدخل تاني تتزرق يعني تحت السرير. بس بقى سبت لها بقى زي ما هي بقى الحاجات اللي فوق الدولاب. وهنا بقى صحفت لي السرير، قالت لي لا انا عايزه افتح الشباك بقى اتهوى، انا عايزه تبقى الشمس تدخل لي الاوضه. قلت لها ماشي يا ست الكل، طالما انت عايزه كده، هي اوضتها وهي حره فيها وبس. وابتديت هنا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين التلاجة، زي ما انا قلت لكم انا التلاجة دخلتها هنا، اتحطيتها كده في زاويه. والنهارده ان شاء الله كده هبتدي ان انا امسحها كده مسيح عادي يعني. لسه عايزه اغسلها، انا الحمد لله غسلها من قبل ما نيجي يعني ونضيفه هي، بس انا همسحها كده شويه بميه كده وحته خلجه كده، هبتدي ان انا المعها تلميع كده وخلاص. وابتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده لمعتها وخلاص. وابتديت ان انا الخضار اللي انا جبته ابتديت ان انا غسلته كده غسله نظيفه وخليته ينشف. وبعد كده حطيت الطماطم والبتنجان والبطاطس والجرنبيط والكابوتشا. وهنا كنا عاملين الجزر بشرين، ولما يكون في سلطه كده عندنا على طول بناخد بشر الجزر ده، والله العظيم بجد يعني بتسهل عليكي لما انت بتحبي الجزر في السلطه يعني. وهنا كان البلح خطيته، هنا الكابوتشا، وهنا كانت البيض والحاجات دي زي ما انتم شايفين يعني. حاجه بسيطه جدا، لان كمان احنا الاسبوع ده بجد والله العظيم من الجمعه اللي فاتت وهو بكره الجمعه دي 8 ايام واحنا ما بنعملش اكل خالص على البوتاجاز، الانبوبه خالصه زي ما انا قلت لكم. وبنعمل يعني بناكل اكل من بره، ولو كان في حاجه بقى بنعملها على الفرن، على الفرن الكهرباء. فيلا بينا كده زي ما انتم شايفين خلاص التلاجة ابتديت ان انا امسحها كده، المعها تلميع كده من بره خفيف ان شاء الله باذن ربنا. كده هبتدي ان انا نخزن بقى حاجات رمضان ان شاء الله، وهبتدي انزل في الديب فريزر وفي التلاجة عشان ارتب ليكم حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبيب قلبي، ويعود علينا وعليكم بخير ان شاء الله. وهنا زي ما انتم شايفين بقى ابتديت ان انا افرش الملايه وخلاص كده، وابتديت ان انا همسح ألمع كده يا حبيب قلبي، وافرش بقى السجاد. ويا رب يكون الفيديو كده لغايه كده عجبكم ان شاء الله. ولو وصلت لغايه هنا متنسيش تضغطي لي لايك يا حبيبه قلبي،
لايك كتير جدا، عايزة عشان الفيديو يرفع وحد يشوفه، وان شاء الله تبقى مشاهدة كتير وتبقى لايكات كتير ان شاء الله. وادي هنا كانت سبت لها زي ما انتم شايفين بقى حتة السرير عشان تعرف تفتح بقى وتقفل الشباك زي ما هي عايزة. ما نقدرش نستغنى عن ست الكل. وهنا يا حبايبي نكون وصلنا كده لنهاية الفيديو، اشوفكم على خير، مع السلامة.